يا مساء الخير عليكم يا حبايبنا. النهارده معانا الموضوع مختلف تماما. النهارده مطبخ مفتوح داخل الريسبشن، بالتحديد في حدائق الاهرام 6 اكتوبر. اللهم صل على النبي. حاجه بسم الله ما شاء الله. مطبخ مفتوح في ريسبشن، في فنيات كتير، عظمه كبيره، تفكير، مجهود، شغل، تعب، تركيز عشان نطلع التحفه الفنيه اللي انتم شايفينها دي. انا بالنسبه لي وبالنسبه لمؤسسه رامي تاير رامي سليمان كامله الباشمهندس رامي سليمان، احنا بالنسبه لنا المطبخ المفتوح بالنسبه لنا احنا بنعتبره يعني هو اللي فيه التفكير اكتر، شغل اكتر، تركيز اكتر، مجهود اكتر عشان نطلع عظمه وتحفه فنيه زي دي كده. اتكلم عن النيش والعمود اللي كان موجود هنا عامل عائق معايا هنا، ولا اتكلم عن الرخام، ولا اتكلم عن البار اللي فيه مجهود وفيه تعب وفيه تفكير، ولا اتكلم على التصميم بتاعه، ولا اتكلم على ايه، ولا اتكلم ان هو انا مستغل فيه كل حاجه. يعني يعتبر مفيش حاجه هنا في المكان مش مستغله خالص نهائي. المطبخ ده يا جماعه والله العظيم مش كلام، خد مننا تعب كتير قوي ومجهود، ومش زعلانين. احنا اهم حاجه نكون راضيين عن الشغل، واللي اهم من ده كله لو تعبنا وفكرنا وذاكرنا واجتهدنا على قد ما نقدر، بيبقى ناقصنا حاجه واحده بس، عميل بيساعدنا في كده، ان هو بيبقى معانا في التفاصيل من البدايه للنهايه عشان نطلع التحفه الفنيه دي. تعالوا نبدا بالنيش ده، وهسيبكم برده تاخدوا جوله كده داخل المطبخ تشوفوا الدنيا فيها ايه. النيش ده يا جماعه مش مجرد نيش بس، النيش ده نيش لامم كل الحاجه بتاعتي، نيش في الدخله بتاعت المطبخ الدريسنج. وطبعا انا قلت لكم كم مره ان انا دايما بحب الدريسنج يبقى في الدخله. اتنين، الدريسنج ده واخد عمود من جوه مجوف هنا، انا عامل له الخلع في العمود هنا كده. ده كان عمود عامل لي عائق كبير قوي 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 هنا في اول المطبخ، عامل عائق كبير. فانا الباشمهندس رامي الله يبارك له اقترح فكره النيش دي، ان انا اخد النيش كله بدال العمود، ومن هنا ثوابت مفيش حاجه باينه لي من العمود خالص، من هنا ومن الجنب التاني من البار نفس الفكره. وده له مميزات كتير هنتكلم عنها ان شاء الله داخل الفيديو. المطبخ بتاعنا فيه كلام كتير قوي وبيتكلم عن نفسه بسم الله ما شاء الله. بالنسبه لاختيار اماكن الاجهزه ومثلث الحركه، بالنسبه لاستغلال المساحات فيه، بالنسبه لمكان حوض، مكان بوتاجاز، مكان ثلاجه، مكان مايكروويف، مكان كل حاجه، احنا الحمد لله بفضل الله وصلنا لها. يعني ان احنا يعني توفيق ربنا معانا ان شاء الله. هنا بدايه هنا النيش، الدريسنج في الداخله والليدات الجميله، تاتش طبعا، 6 ارفف يعني خزيني زي ما حضرتك تحب. هنا التلاجة، ودايما يا جماعه انا بفضل التلاجة تبقى اقرب نقطه للباب بقدر الامكان، بحيث ان انا ما يكونش عندي اي عائق. انا داخل من بره المطبخ، داخل واخد حاجه من التلاجة وطالع، مفيش اي مشكله خالص. طب والحوض يبقى بعيد عن التلاجة، بحيث ان لو ست الكل شغاله على الحوض هنا، اي حد حابب يخش ياخد حاجه من التلاجة مفيش اعاقه خالص. ده بعيد عن ده تماما. كذلك النار والبوتاجاز بعيد عن حركه التلاجة وحركه الحوض. بالبلدي هو ده مثلث الحركه، ان انا حافظ ان انا مفيش اي حاجه تعوق معايا وانا شغال، لا الحوض ولا التلاجة ولا البوتاجاز. تعالوا بقى جوله صغيره كده في المطبخ نشوف الدنيا فيها ايه مع بعض. ادي علبه التلاجة التخزين عميق بسم الله ما شاء الله، حاجه يعني بسم الله ما شاء الله. طبعا هنا البلت ان زي ما حضراتكم شايفين المقبض بتاعها من تحت يا جماعه، عشان الناس اللي سالت المقبض فين. المقبض الضرفه هنا كبيره عن الوحده 2 سم المقبض. نيجي للقله الجميله دي الركنيه اللي احنا بقى بنتميز بيها بفضل الله. تخزين عميق جدا، استغلال مساحه ممتاز، باشمهندس رامي يا رب ربنا يبارك له، حاجه بسم الله ما شاء الله. نيجي للوحده اللي بعد الشفاط، تخزين بسم الله ما شاء الله. وهنا انا دايما بفضل الشفاط المسطح، لان انا بستغل الشفاط المسطح، بستغل الوحده دي كامله، انا بستغلها فوق وتحت، ما بيبقاش في اي حاجه تبقى عرض بالنسبه لي. الوحده اللي جنب الشفاط في شمال الشفاط، حاجه بسم الله ما شاء الله. طبعا مفصلات هنا سوفت كلوز. هنا بقى الدولاب الجميل ده قوي بتاع الميكروويف، هنا طبعا الدولاب هنا تاتش، استغلال مساحه غير عادي. وطبعا زي ما احنا متعودين النهايات هنا، الثوابت والبدايات. طبعا انا كان عندي هنا باب ده فاتح للجنب التاني من الفيلا،
فده طبعا هنا برضه عشان التهويه عملنا السلك البليسيه. ده ما بيقفش معايا اي مشكله خالص، وابقى انا براحتي بحيث ان انا ايه يعني يبقى زي تهويه كده. بسم الله ما شاء الله. هنا الميكروويف التهويه بتاعته، بس انا عامل الضلفه دي بحيث ان هو يبقى بيلت ان يديني شكل لطيف في الاخر. طبعا الوحدات هنا ده مكان الانبوبه، بوتاجاز هنا اهو مكان الانبوبه هنا، وطبعا الخرطوم بتاع الانبوبه هيعدي من تحت الاجزاء من تحت الرجول لحد البوتاجاز. هنا الغاز متوصل له ماسوره من هنا للبوتاجاز، سواء موجوده التوصيله دي السباك الله يبارك له عامل حسابها، الموجوده بتبقى جميله خالص. طيب مش موجوده ليها حل، الخرطوم بيعدي من تحت رجل من تحت الرجول بتاعت الوحدات دي من تحت. طبعا الوحده دي اللي جنب البوتاجاز تخزين بسم الله ما شاء الله. اعماق عندي هنا 60 بحيث انها تبقى بيلت ان مع الاجهزه كلها. ادراج طبعا المقابض هنا مخفيه. سوفت كلوز. ال بقى دي اللي فيها كلام كتير قوي. طبعا انتوا عارفين ان احنا بنحب الركنيات دي بناخد بالنا منها خالص. انا عندي هنا مشكله ان المساحه دي صغيره، وفي نفس الوقت انسب مكان للبوتاجاز هنا. لو انا كنت كبرت عمق ال دي شويه من هنا، تعالى كده هندسه، من هنا كده شويه، كانت معايا بقيه الجزء من هنا، ما كنتش هقدر اعمل الاضراب ده. عملنا ايه يا باشمهندس عبده ربنا يبارك له؟ اخترع عليه اختراع الضلفه دي. تخزين معايا عميق بسم الله ما شاء الله، ولا اي عائق ولا اي حاجه. وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، احنا بنشتغل عشان نعمل حاجه احنا حابينها، مش بنشتغل عشان يبقى احنا نفذنا شغل وخلاص. نيجي هنا ادي برضو البدايات هنا الثوابت، وحده تخزين عميقه خالص. المطبقيه وجمالها ودراع المنطلق، وهنا المطبقيه زي احنا ما قلنا الاطباق، وبنصفي بتبقى 100 100 معايا الدرج ده، بنصفي الميه وكل حاجه. طبعا دراع منطلق سوفت كلوز. طبعا هنا علبه الديكور الظريفه، هنا طبعا ايه لسه ما حطيناش الورد بس هيتحط. التخزين هنا عميق بسم الله ما شاء الله. والنهايات الغساله هنا طبعا غساله الاطباق حافظنا انها تكون على يمين فوق بحيث ان هي تسهل الاستخدام. انا شغال على الحوض، الاطباق اهي موجوده هنا، الغساله على يميني مفيش اي عائق في اي حاجه. طبعا ادي الحوض الصرف بتاعه من فلاتر، ربنا يبارك للباشمهندس عادل يا رب، تسلم ايده على اللمسات اللي عاملها. تخزين هنا في البار، على فكره يا جماعه البار هنا طالع عن باقي المطبخ عمق، يعني هنا البار مش مساوي المطبخ. البار من بره العمود لحد هنا، البار ده عملناه عشان نوسع بيه، استغليناه في الزاويه ال دي، واستغليناه في الادراج العميقه دي اللي هي تعتبر يعني احلى مكان انا بحبه. تقسيم معالق، درج عميق ما شاء الله. يعني يا ست الكل خزيني زي ما تحب سوفت كلوز. هنا الثوابت زي ما احنا ما قلنا، لفه النيش واخده الجنب ده من النيش والجنب ده، والعمود زي ما حضراتكم شايفين كده في النص، احنا لافين حواليه بحيث ان احنا نطلع العظمه اللي قدامكم دي. البار طلع برضه زي ما قلت لحضراتكم ان انا استغل الركنيه دي واعمل الادراج العميقه دي. البار نفسه مجهود وتفكير، ولكن البار هنا افكاره جت برضه من ست الكل باشمهندس ناصر ربنا يبارك له يا رب. ناس من الناس اللي احنا يعني مش هننساها خالص، ناس والله ونعم الاخ ونعم المقابله ونعم الاستقبال. وعلى فكره يا جماعه راجل ذوق جدا في التعامل، راجل متفاهم الامور لابعد يعني لابعد الحدود. يعني كان حصل دروب خفيف كده صغير خالص، كان في تاخير ميعاد الراجل، يعني مش عارف اقول يعني حاجه غصب عننا والله، ولكن الراجل قد يكون كانه معانا، كانه في التفاصيل، كانه هو اللي عايش المشكله، بيساعدنا نحل اي مشكله بتقابلنا، اللي هو انا في ظهركم، احنا مش مجرد بنعمل مطبخ، لا احنا حابين نتعامل معاكم ونبقى معاكم. البار هنا الاضاءه الصغيره طبعا اختيار لون لوح بديل الرخامه، طبعا ست الكل ربنا يبارك فيها، والتصميم بتاع البار
هنا الرخام بتاع البار، المرايه هنا 45 زي ما حضراتكم شايفين، والنهايه هنا رخام. طبعا كل ده قطعه واحده. الرخام هنا تسلم ايد لمسات الباشمهندس حسن، الرخام هنا كله قطعه واحده مش قطع اطوال. يعني البار هنا حته واحده، الحوض كله حته واحده، اللي في الاخر هناك دي كلها حته واحده، كله قطعه واحده. احنا بنحافظ على قد ما نقدر في الاطوال، بحيث ان احنا من يعني على قد ما نقدر يبقى الرخام اطوال، عشان ما يقابلنيش بقدر الامكان ما يقابلنيش مشاكل. طبعا بقى كل الرخام كوم، واللمسه دي كوم تاني. انا هنا ست الكل قالت انا عايز احافظ على الجنب ده من الميه. طيب احنا عاملين وزر وضامنينه ويا ست الكل تمام والله، قالت لا انا حابه يكون الجنب ده رخام، بحيث ان انا يطلع الفينش زي ما هو طالع كده، وفي نفس الوقت احافظ على الجنب ده كله من الميه. الجدار بالجنب بالرخامه باي تسريب، مانعين لاي حاجه. وطبعا هي كانت فكرتها وكانت لمسه جميله والله خالص، والباشمهندس حسن تسلم ايديه يعني ما قصرش معانا خالص. يا جماعه المطبخ ده فيه كلام كتير ومواضيع كتير، وانا والله العظيم يمكن مش قادر اجمع قوي، ولكن بامر الله بقى اسيبكم ايه لفه سريعه كده مع الباشمهندس عبده بالنور.